بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. برحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. الدوري المصري النهارده ولع ولع ولع، قمة الإثارة وقمة التشويق بعد فوز فريق فاركو على فريق بيراميدز ب3 أهداف، وفوز النادي الأهلي على فريق حرس الحدود بخماسية، عشان يبقى الفرق بين الأهلي وبيراميدز نقطة وحيدة، وفاضل 4 ماتشات في الدوري. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات مين ان شاء الله اللي تتوقعوا ان هو يفوز ببطوله الدوري المصري الموسم 2025، النادي الاهلي ولا نادي بيراميدز. هنتكلم النهارده في الفيديو بتاعنا على المباريات المتبقيه للاهلي والبيراميدز، وفي الاخر الفيديو مستنيين رايكم ان شاء الله مين اللي هيفوز ببطوله الدوري السنه دي، فريق الاهلي ولا فريق بيراميدز. الفرقتين عندهم 4 مباريات قويه و4 مباريات صعبة جدا في شهر 5. ان شاء الله هنعرف مين بطل الدوري المصري. يوم 8/5 الاهلي والمصري، ماتش جامد جدا لفرقتين جامدين جدا. يوم 13/5 الاهلي وسيراميكا كليوباترا، ويوم 17/5 الاهلي والبنك الاهلي، ويوم 28/5 الاهلي وفاركو. 4 ماتشات قوية جدا للنادي الاهلي. هل يا ترى يحصل فيهم خسارة او تعادل يبعد الاهلي عن الفوز ببطولة الدوري، ولا الاهلي يقدر يفوز بكل المباريات دي، خصوصا مع مديره الفني الجديد كابتن عماد النحاس والصفقات القوية اللي عملها النادي الاهلي. وبيراميدز عنده 4 ماتشات برضه قوية جدا، منهم مباراة الزمالك. بيراميدز هيلاعب البنك الاهلي يوم 9/5، وهيلاعب فريق الزمالك يوم 13/5، وهيلعب مع فريق بتروجيت يوم 17/5، وهيلعب مع سيراميكا يوم 28/5. الفرقتين عندهم مواجهات صعبة جدا وقوية جدا، ولكن مش صعب على متابعينا ان هم يقولوا لنا ان شاء الله بتتوقعوا مين يفوز ببطولة الدوري، النادي الاهلي ولا نادي بيراميدز. انا رأيي الشخصي ان صعب جدا تتوقع دلوقتي، فرقتين على مستوى عالي جدا والفرقتين اقوياء، ولكن انا بتوقع فوز بيراميدز بالدوري المصري السنة دي. واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وشير فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين والمشتركين.